السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس؟ صحتكم مزيان؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وبصحه جيده، وليداتكم، عائلاتكم، والديكم، كل شيء بخير، ناشط، مزيان، الحمد لله يا ربي. اليوم البنات ماشي وصفه اللي ما عارفه حد، ولا وصفه جديده، ولا اليوم غير روتين او روتين غادي نخدموا ليا للدار لوليداتي كوتي بغيت نوجدو، وقلت نشاركو معكم بعد واحد الغياب اللي يمكن اكثر من عام وأنا غابرة على القناة، على صحاباتي والناس اللي كنعرف بطبيعة الحال، اللي كيسولوا فيا الحمد لله. اليوم البنات واحد الروتين اللي ساهل، رغيفات معمرين مع براونيز، حتى هويا ساهل وناجح وبنين، معلّك معلّك زوين. هنا البنات بحال القاعدة اللي كلشي عارفها، ديما الدقيق الرطب الفورس كتر من الفينو. عندنا 2 زلايف ديال الفورس مع زلافة ديال الفينو، شوية ديال الما اللي دافي، وشوية ديال الملحة، راه كانت عندي مع الدقيق كلشي مغربل. هنا البنات غادي نعجنو مزيان تدلك، وإلا ما فيك ما تدلكي غير خلطيها وعجنيها، ديريها في بلاستيك، دهنيها بالزيت وخليها حتى وكنطلق راسها براسها، عطيها الوقت باش ترتاح، راه كتوجد في ساعة البنات، وكتكون العجينة ناجحة وعاطية قطوع وساهلة. كيف قلت لكم انا هنا غادي ندهنها، نديرها في السلوفان وغادي نخليها تطلق وترتاح مع راساتها بين ما نوجد الحشوة ديالي. بالنسبة للحشوة أنا راه ما عنديش يعني شي حاجة اللي ما كايناش، كلشي عندنا في الدار، وتصاوبي كوتي خفيف ظريف وبالزربة. العجينة ديالي ها هي باقا، أنا مخلياها، عجنتها بكري وخليتها. هنا البنات عندي خيزو محكوك في الحكاكة الغليظة، شوية ديال الملحة، الفلفلة مخلطة، أنا كناخدها وكنقطعها وكنخليها في الكونجيلاتور، والبصلة حتى هي مقطعة. بالنسبة للكفتة اختيارية، كانت مرحبا ما كانتش بلاش. عندي البزار، التحميرة، وشوية ديال الخرقوم، الهريسة، شوية ديال صوص صوجا، وهذه العطرية ديال الكفتة، والزعتر وزويته بطبيعة الحال، والفينو باش غادي نفرقو باش ما يجيناش داك الرغيفات ديالنا مدقسين، يجيو شويه خفاف من الداخل. هنا عندي واحد الحفينه ديال الشحمه محكوكه، انا عاد جبدتها درتها اولا في الهاشوار، الا كانت عندك ما واجداش كديرها غير في الهاشوار، وندوز نقطعو الرغيفات ديالنا. شوفوا العجينه بعدا البنات كي دايره، شوفوا عاطيه الطوع وساهله، ما كتعذب ما حتى شي حاجه. صافي غادي نقطع القياس اللي بغينا، اللي بغى يديرو كبيره كيقطع العجين الكويرات ديالو كبار الحمد لله، واللي بغاهم صغار راه كيقطعهم صغار. انا درتهم يعني في الوسط، ما كبار ما صغارش بزاف. يعني في الوسط كيف قلت لكم، ما كبار ما صغار، وحسن انا كنقول من داك الكبير، باش كل واحد كياخذ وحيده ديالو كيكملها، ما كيبقاش عندك الشايط. هنايا حطيت الحشوه ديالي، بدات شويه كطيح، غنضيف لها العطريه كامله اللي قلت معكم، مع ديك الصوص الصوجا حتى هي اختياريه، وعاد لوح الكفته حيت بالزربه كطيب. ما نخليوش الخضره ديالنا طيح بزاف، حيت هما رغيفات باقيين غادي يطيبوا لنا في المقله، وكنطيبوهم على المهال، فكل شيء كيكمل الطياب بطبيعه الحال. الحشوه ديالي البنات راها صافي تشحرات مزيان وهبطات، هانتوما كتشوفوا معايا. هنا غادي ندير الزعتر، الزعتر يكون محمر ومطحون، انايا خلاص راه عندي اصلا هكذاك واخداه محمر ومطحون، فغادي نضيفو حتى الاخر باش يبقى عاطي داك النكهه ديالو. والقزبور والمعدنوس ما كانوش عندي، حتى همايا يداروا في هاد الوقيته. صافي غادي نخلي الحشوه ديالي تبرد، وغادي نبدا نطلق. انا بيني وبينكم ما خليتهاش تبرد، داك الساعه في ساعه زربت عليها وبديت كنطلق الرغايف ديالي. فقلت لكم كنت باغا نوجد غير كوتي، راه ماشي شي وصفه اللي ما كايناش، ولا يعني غنشارك معكم شي حاجه غير روتين وصافي، بغيت نشاركو معكم بعد واحد الغياب لي كان طويل طويل. هانتوما شوفوا معايا البنات، العجين راه ساهل وكيطلق راسو براسو وخفيف ورطب بطبيعه الحال، ما كتعذبيش معاه، ديروه غير في ديك البلاستيك وهانتوما ساهلين. انا هنايا كيف كتشوفوا معايا كنقطع بهذا الشكل هذا، باش بلا ما كنبقى ندير وحده فوحده وكيجي مغلف من كاع الجوانب. صافي كنطلقوا، ندير شويه ديال الفينو، ماشي السميده، يمكن انا قلت لكم في الاول السميده غير الفينو. فكنطلقوا وكنبقى نجمع وحده بوحده حتى تعطيني مربع اللي زوين. كنقاد جنيبات، الا بقات شي حاجه خارجه نديرها، ندخلها هكذا من الجهه التحتانيه، وهكذا كنكمل. نعاود معكم واحده اخرى البنات، راه ساهل ساهل، واخا الفيديو انا مزرباه راه ساهل، يعني راه تقريبا كلشي كيدير هاد الطريقه هذه، ماشي طريقه جديده.
صافي هنايا غادي نعاود نطلق معاكم، شوفوا معايا العجينة راها ساهلة تجبد معاك وكيف ما خدمتي بها كتمشي هي هذيك. صافي هنايا كندير العجين وكنبقى نطوي دوك الجناب ونرد العجينة للوسط وهكذا حتى كنكملوهم كاملين البنات بطبيعة الحال باش كتقادي جنيبات كاملين وكتجيك مربعة شتو ومقادة كيف ما زعما تبغي بلا ما تبقاي عاد لكي وحده عمري وعاودي فكياخد الوقت وكتعياي. هاد الطريقة هادي ما كتوليش ديري وحده فوحده، كل وحيدة بوحدها وساهلة. فانا ملي كنبغي نخدمو راه كنعجن واحد الكميه كبيره وكنقادو كنخليه في الكونجيلاتور الوقيته اللي بغيت. كنعاود كنطيبو غير نص طيبه، ما كنطيبوش طيبه كامله باش ملي كتولي كتحطيه بحال اللي عاد صاوبتيه عاد عجنتيه عاد دلكتيه كيكون ساهل على البنات. هانتوما شوفوا انايا راه تقريبا خدمت شي 4. وما تنساوش ديك شويه د الفينو غير واحد شويه كنلوحوه باش ما يقصحش لنا العجينه. انا بديت وحده من الفوق باش تشوفوا معايا الا كانت زعما ما شفتوش مزيان. صافي كيف قلت لكم وكنلموا دوك الجنيبات كاملين كنحيدوهم وما كنخليوهمش. كيف شفتوا معايا القياس جاني هو هذاك كامل. جاوني الرغيفات كلهم عامرين قياس. ديك الحشوه اللي درت جاتني هي هذيك. هنا البنات انا غادي نبدا نطيب الرغيفات ديالي. انا عندي هاد لابلاك هادي صدقات ليا غزاله كندير فيها الحريشات البنات، كندير فيها الرغيف العادي، الرغيف عامر، فكندير فيها كل شيء. جاتني هي هذيك كطيب ليا غزاله الصراحه. انا كنت جبتها البنات نشوي فيها اللحم والكفته، فوليت كنستعملها في هادشي اكثر من الشوا. انا جبتها على اساس اني غنشوي فيها، فصدقات كتخدم ليا الرغيفات احسن من انك تشوي فيها. صافي هنايا انا راه كندير كنحطو ونبدا نقلب فيه في البلاصه باش يتنفخ ليا. كتبداو كل شويه كتقلبوا باش البنات يتنفخ ويجي مفروك من الداخل. هانتوما غتشوفوا معايا كيف كيجي. صافي انا غنبقى هكايا حتى نكمل الرغيفات ديالي كاملين وغادي ندوزو للبراونيز. شوفوا معايا حتى هو غادي نخلي لكم بطبيعه الحال المقادير في صندوق الوصف ديال البراونيز. اما بالنسبه ل الرغيفات البنات راه كلشي عارفهم وكلشي كيخدمهم. هانتوما شوفوا معايا تبارك الله كيف كيجيو. كنبداو نقلبوا شويه بشويه وحنا غاديين اللي طابت نقدو نطلقوا وحده اخرى بلاصه هذيك اللي غادي نحيدو. راهي البلاك تيهز ليا حتى ل5. انا هنا غير يعني كنخدم ما مستفاش وصنت فيها. نتوما شوفوا معايا البنات مفروق ومحمر وفي نفس الوقت ما تيجيش مدقص ولا معجن من الداخل. كيف قلت لكم كنبقاو نقلبوا حتى يوجد لينا. كنبداو نقلبوا وحده في نفس الوقت يعني ما تخليهاش تتحمر. نتوما البنات راه سخون 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 شتو مفروق غزال. غادي نكمل بحال هكا. انا هنا راه كانت عندي كميه وحده اخرى فين قلت لكم كنعجن وكنحطو في الكونجيلاتور. وقيته اللي كنبغيه كنجبدو. كانت عندي كميه وحده اخرى اللي طيبتها غير نص طيبه ما طيبتهاش مزيان، كانت عندي حتى هي وجدتها في الكونجيلاتور. فهاد لابلاك البنات راه الرحمه ديال الله. وحتى لا مارك ديالها راهي باينه عندكم، واحد لا مارك اللي زوينه ومعروفه الصراحه. الرحمه ديال الله خصوصا اللي كيبغي يوجد هكذايا كميه كبيره كتعاونوا ما كيبقاش في المقله بوحده ولا بجوج جوج. فهذه الرحمه ديال الله. نتوما شوفوا البنات الرغيفات طالعين زوينين. فانا مسرعه الفيديو حيت كان طويل.
أنا بقيت معاكم حتى كمّلتهم كاملين. أنا البنات صافي راني طفيتها غير ستفتهم عليها هكذا، راه كانت بردات، غير ستفتهم عليها حتى نجمعهم، وباقا راه كانت عندي كمية واحدة أخرى حتى نجمعهم كاملين. وغتشوفوا معايا نتوما، شوفوا كيف كيجي زوين البنات وخفيف خفيف ظريف. بطبيعة الحال نتوما راه الحشوة عندكم الاختيار، كاين اللي كيدير غير البصلة والفلفلة، كاين اللي كيدير البصلة الخضرية ديك الصغيورة ولا داك البوارو حتى هويا مع الزيتون، كدوزيه في الهشوار كتجي رائعة هاد الحشوة. بطبيعة الحال عندكم الاختيار تعمروا باش بغيتو وبالطريقة اللي نتوما بغيتو. كيف قلت لكم هذا راه غير روتين. انا غبرت ونط بغيت نوجد هاد الكوتي هذا لوليداتي، قلت راه نشاركو معاكم، نرجع للقناة حتى وكان إن شاء الله يسهل الله ونعاود نرجع بوصفات جديدة وزوينين. هنا أنا غادي نجمعوا البنات كيف قلت لكم، راه شوفوا كيف محمر زوين مقرمل. أنا هنا غادي نلمو البنات نخليه حتى كل نتوما كل واحد كيدير القياس في البلاستيك الغذائي بطبيعة الحال وكتستفيه ولا تخدمي بالقياس ديالك. كل واحد كاين اللي ما كيبغيش يخبي حتى شي حاجه في الكونجيلاتور وحقه هذاك، وكاين اللي كيبغي يقاد الوقيته ديالو ويخبي، ما عندناش مشكل. هنا البنات غندوزو بالزربه البراونيز حيت فعلا كيجي غزال. انا كنخدم بهاد الطابليط هادي 55% ديال الشكلاط زوينه، يمكن لك تخدمي بكثر 70% ولا حتى ل 75 ماشي مشكل. الا درتي كثر فكيجي مر الوليدات ما يقدوش ياخذوه. انا البنات هنا عندي 2 معالق 50 غرام ديال الكاكاو، 50 غرام البنات ديال الكاكاو، 60 غرام ديال الكركاع و60 غرام ديال بيبي شوكولا، 3 ديال البيضات، عندي 2 معالق كبار ديال الزيت. بزاف اللي ما كيديروش فيه الزيت ولكن جربوه بهاد الطريقه راه كيجي زوين. وعندي البنات 60 غرام ديال الدقيق، فقط 60 غرام ديال الدقيق. وعندي 120 غرام ديال السكر. الوصفه الاصليه فيها 150 غرام ديال السكر الاسمر او الاشقر. انا هنايا خدمت بالسكر عادي، ما كانش متوفر عندي فخدمت بالسكر العادي، خدمت غير ب 120 غرام. انا نقصت حيت انا زايده البيبي ديال الشوكولا في الوصفه وبزاف اللي ما تيدوهش باش ما يجيناش حلو بزاف. ولا كنتي الا كنتو غادي تخدموا بالشكلاط 70% كملوا سكر وخليوه 150 غرام. انا نعاود معكم البنات، انا عندي هنايا 140 غرام ديال الزبده. غادي نقطع الشكلاط اللي هو هاد الطابليط هادي فيها 175 بالضبط، ديروها كامله، ديروا 175 ولا كملوا 200 غرام. الوصفه البنات الاصليه فيها 200 غرام ديال الشكلاط مع 140 غرام ديال الزبده. انا باش ما نتلفكمش درت هاد الطابليط كامله، درتها مع 140 غرام ديال الزبده، حطيتهم كيذوبوا، ها هما ذابوا. نخلطهم الا بقاو شي تكتلات لتحت ونخليهم يبردوا، ضروري يبردوا البنات. عاد ندوزو نخدموا. عندي 120 غرام ديال السنيده، كيف قلت لكم الوصفه الاصليه فيها 150 انا درت 120. هنايا عندي 2 معالق ديال الزيت زدتهم على داك الشكلاط والزبده ونخليهم يذوبوا. غادي نرجع للبول الاخر، غادي نخدم فيه البيض مع سنيده. انا هنا البنات كيف شفتوا معايا نقصت الكميه ديال السكر، غادي ندير واحد الفاني اختياريه، وغادي ندير 3 ديال البيضات. غتشتو معايا الكاكاو. الكاكاو انا درتو غير باش نعزز المذاق ديال الشكلاط حيت انا خادمه بالشكلاط 55%. كنتو غادي تخدموا بنسبه الكاكاو اكثر فبلا ما تزيدوه، زيدوا بلاصتو الكميه ديال الدقيق، كملوا بلاصتو الكميه ديال الدقيق. هانتوما هنايا انا غادي ندير 3 ديال البيضات. انا هاد الوصفه ولات معتمده عندي وكتصدق وكيجي معلك من الداخل وداك القشره الفوقانيه مقرمله غزاله، كيجي بنين وكيبقى بطبيعه الحال واحد المده في الثلاجه. الا بغيتي ما تيوقع لي حتى شي حاجه فالمهم تيجي بغيتي تحتفظي به، فانا ما كيبقاش ليا باش نحتفظ فيه، كناكلو في نهارو. فكيجي رائع البنات، كيجي زوين. المهم انا هنا خدموا بالطراب، الا كان احسن خدموا بالطراب. انا هنا خدمت غير بالطراب اليدوي. شفتوا الخليط راه بقى غادي يبيض شويه، والخليط ديال الزبده البنات يكون كيف قلت لكم بارد، ما يكونش سخون، راه غيطيب لكم البيض وغادي يجيكم واحد التكتلات في الخليط ديالكم.
من الأحسن خليوه حتى وكان يبرد، يعني غادي تصبقوا أول حاجة الشكلاط والزبدة هما الأولين، وعاد ترجعوا طربوا سنيدة مع البيض، وتكملوا الوصفة بشوية. ضروري الخليط يكون بارد. صافي هنا نتوما شوفوا معايا كنخلطو مزيان كيجي واحد الخليط زوين. انا هنايا قلت لكم 60 غرام ديال الدقيق، انا راه كلشي غربلتو عاد عمرتو تما. 60 غرام ديال الدقيق، وهنايا غادي ندير واحد 50 غرام ديال الكاكاو. راه انايا درت البنات 50 غرام، راه عندي معبورين، راه وليت زدت الكاكاو عندي 50 غرام بالعبار. هنا كيف شفتوا معايا انا عبرت 60 غرام ديال الكركاع مع 60 غرام ديال البيبي شوكولا. يمكن لكم ما ديروش البيبي شوكولا، كيف يمكن لكم ديروه الا عندكم الوليدات كيبغيوهم، ويمكن ما ديروهمش. والكركاع بغيتو ديروا الكميه ديال 60 غرام، بغيتو ديروا الكميه ديال كتر. انا منين وليت كنديروا مره اخرى فوليت كندير حتى 100 120 غرام ديال الكركاع. الكركاع كنهرسوه هكذا غير بيديا، ما محمر ما حتى شي حاجه، غير دوزوه في شي زيف هكذا تمسحوه، راه تكون فيه شويه ديال الغبره صافي. وكنحط الخليط. بغيتو ديروا راس معلقه ديال الخميره، وليت كنديرها انا فيه كتعطيني نتيجه احسن، وليت كندير فيه راس معلقه الخميره. الا درتو خميره كامله ما غاديش يجي زوين، غير تقريبا واحد نص معلقه صافي. هنا البنات انا غلفت صراحه ما غلفتوش بشي طريقه زوينه، غير شديت البابي سولفوريزي وحطيتو نيشان في الطاوه، ما قديت ليه لا جناب لا والو، وعادي فحنا اصلا جنيبات كنحيدهم. صافي البنات غادي نخليه يرتاح 10 دقائق عاد باش كندخلوه الفران، ماشي كيف كنخلطوه كندخلوه، كنخليوه يرتاح 10 دقائق. بالنسبه للفران انا كنشعل غير لتحت، واخا الفران ديال الضم ما كنشعلش الفرفره وما كنشعلش الفوق والتحت، كنخدم غير لتحت حتى كنشوفوا بدا شويه كيطلع. حنا كنعرفوا البغاونيز ما كيطلعش البنات بحال كيكه، فكيطلع واحد شويه كنشوفوا شد فراسو، كنشعل عليه الفوق وكنخرجو. ما كنخليهش يكمل اكثر من 16 17 دقيقه في الفران. هذه هي زعما هكذا كنخليه. نتوما شوفوا ديك الطبقه الفوقانيه راها مقرمشه، كيجي غزال بنين بنين بواحد الطريقه رائعه، ومعلك من الداخل. هانتوما شوفوا كيف معلك من الداخل وما معجنش نهائيا بداك النص خماره اللي كنديروا معاه. صافي هذه هي الوصفه ديالنا، كنقول لكم بالصحه والراحه. انا غادي نخلي لكم طبيعه الحال الوصفه مكتوبه في صندوق الوصف ديال البراونيز اللي بغى يجربوا، وكنتمنى تشاركوا معايا الوصفه في التعاليق. اللي خدم جربوا ونجح معاه، وحتى اللي ما نجحش معاه ماشي مشكل، فكنتقبل جميع الاراء بصحتكم وراحتكم. وجربوا الوصفه وشاركوها معايا.